تحيه القضاء النازيه، تحيه القضاء النازيه، وشكرا الاهرام ديالنا، شكرا الاهرام اللي هو الاستاذ انور، الاستاذ محسن عامين ونص وكفاله 20 مليون درهم خاصو يعطيها ليا. تحيه الاهرام، الاستاذ رشيد احفظ، الاستاذ زهرات، الاستاذ انور، الاستاذ شاد، تنوجه لهم تحيه كبيره وتحيه لسعاده الرئيس. والاستاذ ديالنا معي ثقه حتى هو وقف معايا واخا ماشي الدفاع ديالو تيدافع عليا. تحيه كبيره لهم، تحيه لسعاده الرئيس، تحيه لمحكمه السيره في قنيطره، وبلادنا بلاد الحق والقانون، بلادنا بلاد العداله، الحمد لله ربي بين الحق. وتحيه لهذا الرئيس اللي خدا لي حقي، الله يرحم ليه الوالدين. تحيه الاهرام وعباد الله اللي بغا يوكل شي محامي ويدافع عليها. الاهرام تبارك الله، تخليو الاهرام لا اله الا الله. الحكم عامين ونص 20 مليون، الحمد لله خديت حقي، خليونا نخرج فيهم، حسبوني اختهم، حسبوني بنتهم، حسبوني حبيبتهم، وقفوا معايا خداو لي حقي. تحيه الاستاذ محسن، تحيه الاستاذ انور، استاذ شاد، استاذ زهراش الهرم الاسد، تحيه الاستاذه رشيده اللي هي هرمه المحاكمات. كي دار الشعور ديالك وانت فرحه، شوف فرحوا هما في الابتدائيه، فرحت السيناب الحمد لله، فرحت السيناب، خديت حقي، خديت حقي وباغا ناخذ حقي ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. حنا كان عندنا حكم ابتدائي، هذا الحكم الابتدائي طعنا فيه بالاستئناف من حقنا. علاش طعنا فيه بالاستئناف؟ لاننا كنا مؤمنين اشد الايمان بان خديجه لم تلحق الاداء بنفسها، لانه لا يعقل ولا يقبل المنطق السليم ديال الانسان ان واحد الانسانه تضرب راسها مع العلم ان الوجه ديالها هو اللي كتشتغل به. خديجه يتيمه الابوين، خديجه مواطنه مغربيه بحال جميع النساء، فيها الام ديالنا، فيها الاخت ديالنا، فيها الزوجه ديالنا، فيها الابنه ديالنا، وبالتالي تحيه للقضاء المغربي، وبالتالي القضاء المغربي على راسنا وعيننا. كنا احنا مؤمنين بجميع الوسائل اللي جات الحكم الابتدائي ما قنعتناش، لان الحكم شابه مجموعه من التناقضات، والمحكمه الابتدائيه بنات الحكم ديالها على شهاده مزوره ديال واحد السيد اللي كيتناقض مع الشخص اللي جابو يشهد لصالحه اللي هو المتهم الرئيسي. فملي كنا كنسولوا الشاهد كان كيدخل ويخرج. التمسنا من المحكمه تستبعد الشهاده ديالو. التسجيلات الصوتيه ثبت على انها مفبركه لان المحضر ديال الضابطه ديال المفوض القضائي عفوا اللي داروا له التفريغ ما جاش متطابق مع الحقيقه ديال هذاك القرص المدمج اللي دلاو به المحكمه، لانه حنا كاملين سمعنا القرص المدمج ملي كنا كنتصنتوا له والمحكمه سمعت له اثناء المداوله اشنو فيه الكلام ديال منى الرنيشي وهي كترسل الاوديو لواحد السيده اللي هي غريبه على النزاع، وكنسمعوا اصوات اخرى ديال التهديد تقول لها ها شنو تقولي الا سولوك على شكون ضرب خديجه غتقولي بان خديجه ضربت راسها. وبالتالي فاحنا هذه الوسائل كلها استبعدناها. الشعور ديالي فرحانه الحمد لله، خديت حقي ربي يخليكم. بعد اول كلمه كنشكر الاهرام اللي كانوا داخلين معايا، الاسود ديال المحاماه اللي تيترافعوا عليا بلا مقابل، وتنبغي نشكر استاذ زهراش الله يعطيك النور، الله يجعل ربي يسهل عليك، وقفتي معايا الاستاذه رشيده احفظ الله يرحم لك الوالدين. الاهرام دخلوا معايا محامون كبار. تحيه للقضاء المغربي، والحمد لله كانت عندي ثقه كبيره، قلت لكم عندي ثقه كبيره في السيناب غناخذ حقي، ارتاحيت بزاف ومازال غناخذ حقي عند الله سبحانه وتعالى. الحكم اللي هو عامين ونص 20 مليون خصو يعطيها لي غرامه ماليه. الحمد لله اللهم عامين ونص ولا شهرين، اللهم عامين ونص بعد. المهم نادي الحق ديالو، خدا الحق ديالو حيت هو كان واخد البراءه. اللهم عامين ونص الحمد لله كانت عندي ثقه كبيره، كانت عندي ثقه كبيره بالقضاء، والحمد لله ثقه كبيره كانت عندي بالقضاء وما خابتش الثقه ديالي. الحمد لله دابا غنبدا بحياه جديده، غنبدا يعني هاد الضربات عطاوني درس في الحياه. خديت واحد لابيريود اللي كبيره، يعني ما خصنيش نبقى نشتيق، ما خصنيش نبقى نشتيق في البشر، خصني نبعد من بزاف د الحوايج، والحمد لله هادشي اللي كاين. واش بغيتي تقولي الاساتذه في الحقيقه ما قمنا الا بالواجب ديالنا. حنا في الحقيقه ما يمكننا الا اننا نتمنوا القرار ديال محكمه الاستئناف الذي انصف خديجه التي تعرضت الى جريمه، يعني في الحقيقه عرضتها لضرر على المستوى الجسدي والاكثر من ذلك ضرر نفسي. ففي الحقيقه القرار ديال اليوم يؤكد على ان القضاء المغربي بقرارات مثل هذه يؤكد على انه يحارب جميع الجرائم المتعلقه بالعنف المبنيه على النوع. هو قرار يعني قد يخرج من سياق الملف الفردي لخديجه الى قضيه مجتمعيه تتعلق بالنساء التي يتعرضن للعنف في الفضاءات الخاصه والمغلقه. بل اكثر من ذلك فقرار محكمه الاستئناف اليوم يؤكد على ان يعني القضاء المغربي يكرس سمو الاتفاقيات الدوليه المنصوص عليها في ديباجه الدستور، ويكرس روح الدستور المتمثله في الفصل 19، والاهم من هذا هو انه الحمد لله بلادنا يعني تكرس المبدا المتعلق بدوله الحق القانون، وانه لم يعد هنالك مجال للافلات من العقاب. وشكرا. عاش الملك، بلادنا بلاد الحق والقانون، عاش الملك، عاش سيدنا، عاش سيدنا، بلادنا بلاد القانون، بلادنا بلاد القانون، بلادنا بلاد القانون، عاش سيدنا، عاش الملك. محكمة الاستئناف بقول يطيرها كتاخذ الحق من الظالم والمظلوم. عاش الملك، عاش الملك، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. خداو لي حقي الحمد لله، خداو لي حقي، بيت براءتي، بيت ان السيد هو اللي ضربني. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، الله ينصر سيدنا والله يشافيه.
فرحانه خديت حقي. وقفوا معايا اهرام، وقفوا معايا محاميين كبار، وقفوا معايا رجال، وقفوا معايا الشعب، وقفوا معايا خوتي، وقفوا معايا خواتاتي، نحق لي ما ناخذ حقي. وكنبغي نشكر سعاده الرئيس، رجل طيب كيحقق وكيدقق هذا الحكم. الحمد لله كان عندي امان محكمه الاستئناف بالقناه غناخذ حقي وخديته. وهذوك الناس اللي كنتو كتقولوا ضاربه راسها اش بان لكم دابا؟